السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الليل الطويل أو الشتاء الطويل اللي استمر جيل كامل واللي جلب معاه الوايت ووكرز، وكان لابد من اختيار بطل لإنقاذ البشر، وبالفعل تم اختيار هذا البطل وهو الأزورا هاي. لكن ما اتكلمناش عنه بالتفصيل أو ما اتكلمناش عن مين هو الأزورا هاي وإزاي هزم الوايت ووكرز. حلقتنا النهارده هنتكلم عن نبوءة وقصة الأزورا هاي ونبوءة وقصة الأمير الموعود. تقدر ترجع تشوف الحلقة اللي فاتت. معاكم أخوكم إسلام، يلا بينا نبدأ. Fear is for the long night when the sun hides for years and children are born and live and die, all in darkness. That is the time for fear, my little lord, when the white walkers move through the woods. Thousands of years ago, there came a night that lasted a generation. Kings froze to death in their castles, same as the shepherds in their huts, and women smothered their babies rather than see them starve, and wept and felt the tears freeze on their cheeks. In that darkness, the white walkers came for the first time. They swept through cities and kingdoms, riding their dead horses, hunting with their packs of pale spiders, big as hounds. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ بقصة ونبوءة الأزور هاي. قراء الكتب عارفين القصة دي من وجهة نظر ليساندر في الفصل التمهيدي من الكتاب الثاني، واللي معروف انك قليل جدا تلاقي حد في قارة ويستروس عارف القصة دي بالتفصيل عن النبوءة دي، لأن المخطوطات اللي بتتكلم عن الموضوع والنبوءة أو نبوءة الأزورا هاي أو الأمير الموعودة اتلقت أو تم وجدها في أشاي. النبوءة بتقول إيه؟ بتقول إن من 6000 إلى 8000 سنة حل الشتاء الدائم أو الليلة الطويلة اللي استمرت جيل كامل. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الشتاء ده مر وفي جيل كامل اتولد ومات وما شافوش النهار ابدا، ما شافوش الصيف. والليل ده والشتاء ده ما جاش لوحده، جه معاه الوايت ووكرز اخرين. والوايت ووكرز دول جم وهم معاهم ان هم هيقضوا ويقتلوا كل ما هو على وجه الارض، كل البشر. فكان لابد من اختيار شخص لقيادة البشر ومحاربة وهزيمة الوايت ووكرز، ووقع الاختيار على الازور هاي. مجرد اسم، مجرد نعرف هل هو اسمه ازور وهو اسمه هاي محدش يعرف. ويسمى ايضا بالامير الموعود او المحارب لاجل النور. ولكي يحارب الظلام والوايت ووكرز وصد الهجوم كان لابد من صناعة سيف يليق بالبطل. وفعلا قعد لصناعة السيف، وقعد في صناعة السيف ده لمدة 30 يوم وليلة وانتهى. وفعلا صنع السيف وخلصه. المهم ان هو جاب حوض فيه وملاه مية وحط فيه السيف عشان يبرده ويزيد من صلابة السيف ده، لكن للأسف السيف اتكسر. لكن هو ما يئس وحاول صناعة سيف تاني، لكن السيف ده استغرق صناعته لمدة 50 يوم وليلة. ولما انتهى من صناعة السيف ده قال لك بلاها حوض بلاها مية، راح اصطاد أسد وجابه وراح غارس السيف ده في قلب الأسد عشان يزيد من صلابة السيف ويبرده بدم الأسد. لكن للأسف للمرة التانية السيف اتكسر. لكن المرة دي هو اتضايق، لكن ده ما خلاهوش ييأس ومشي على ان هو يصنع سيف تالت. لكن قعد في صناعة السيف ده لمدة 100 يوم وليلة. وفعلا بعد 100 يوم خلص السيف وانتهى من صناعته. لكن قال لك بلا مية بلا أسد. راح منادي مراته اسمها نيسا قال لها افتحي صدرك، راح مغفلها وراح غارس السيف في قلبها. نيسا طبعا ماتت، لكن انتقلت شجاعة نيسا وحبها للأزورا هاي إلى السيف ده، وراح السيف ده اشتعلت فيه النار، سمى باسم السيف جالب النور. وطبعا السيف بقى جاهز، ووقتها قدر الأزورا هاي من التصدي وصد هجوم وهزيمة الوايت ووكرز. لكن لحد دلوقتي محدش يعرف ازاي هزمهم. طبعا دي كانت حرب ما بين البشر قيادة الأزورا هاي ضد الوايت ووكرز. ووقتها بعد هزيمة الوايت ووكرز انتهى الشتاء وحل الربيع. لكن النبوءة بتقول ايه؟ ان بعد صيف طويل سيأتي شتاء أطول. يعني بعد ما الصيف اللي جه ده هينتهي هيجي شتاء أطول من الشتاء اللي كان قبله. Winter is coming. وإن الوايت ووكرز الآخرين يرجعوا مرة تانية يغزوا ممالك البشر.
والنجاة عشان البشر ينجو مرة أخرى ستكون مع عودة الأزور أهاي ليحارب الظلام مرة أخرى، ويسقط الظلام ويأتي السيف الطويل، ووقتها سيولد أزور أهاي جديد من الملح والدخان. محارب سيسحب من النيران سيف مشتعل، وهو اللي هيصحي تنانين، وإن السيف ده هيكون هو سيف جالب النور اللي كان مع الأزور أهاي الأولاني اللي صنعه 100 يوم، واللي خد من شجاعة والحب من قلب مراته نيسا. وإن علامات ظهور الأزور أهاي ده ظهور النجم الدامي في السماء، وإن الأزور أهاي ده لو ظهر واتهزم وقتها سيسقط العالم، سينتهي العالم. وبكده نكون اتكلمنا أو حكينا باللي موجود أو اللي معروف عن الأزور أهاي أو نبوءة الأزور أهاي، اللي هو نقدر عليه نربطه قصة ونبوءة الأمير الموعود. الأمير الموعود ده هيكون هو الأزور أهاي منقذ حامي البشر، لذلك سننتقل إلى نبوءة الأمير الموعود. ونبوءة الأمير الموعود دي بدأت مع الملك جيهيرس الثاني، أبو الملك المجنون، أبو إيرس، آخر ملوك تارجيريان اللي قتلوا جيمي لانستر. إن في يوم جات له الساحرة الحمراء أمثال ميليساندرا وقالت له إن الأمير الموعود هيكون من نسلك أنت. فجيهيرس ده عمل إيه؟ راح جاب ابنه إيرس ده وجوزه بأخته رايلا. طبعا إحنا عارفين إن ده معروف عند تارجيريان ان هم يتجوزوا بعض، من هناك ان الاخت تتجوز الاخ، وجوزهم عشان يكون النسل اللي هيجي منهم يكون نسل نقي، دم نقي، وعشان يضمن ان الامير الموعود او الابن اللي هيجي منهم ده يكون هو من نسله هو. وفعلا الجوازه حصلت وخلفوا ريجر تارجيريان. ويوم ولاده ريجر اشتعل حريق في قصر سمر هول، وان ريجر اتولد في الوقت ده، وقت الحريقه ما بين الدخان والنار. احنا كنا قلنا ان الازور هاي سيتولد ما بين الملح والدخان، انما ريجر اتولد ما بين النار والدخان. مش بس النار والدخان والدموع، لان اتقتل ناس كتير جدا في وقت الحريقه دي. لكن ريجر ده اتربى على ان هو الامير الموعود، دلع بقى والدنيا جميله معاه، وده اللي خلاه يؤمن لفتره طويله جدا ان هو الامير الموعود. مش بس هو بس اللي كان يؤمن بده، كان عمه ايمون تارجيريان. لكن مع الوقت ومرور الوقت بدأ رأي ريجر يتغير في الموضوع ده، وإن هو مش الأمير الموعود، إن الأمير الموعود هيكون من نسله هو. يعني جيهيرس كان فاكر إن الأمير الموعود من نسله، دلوقتي ريجر فاهم نفس الفكرة، إن الأمير الموعود هيكون من نسله هو. اللي كان معروف عن ريجر إن هو شخص مثقف بيحب القراية والكتابة وقراءة الكتب والمخطوطات. باريستان سيلمي طبعا عارفينه اللي شفناه في المسلسل، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان ريجر وجد شيء في المخطوطات اللي كان بيقراها هي اللي غيرت رأيه في موضوع ان هو الامير الموعود ده. وفي برضه شخصية اسمها سير ويليام داري كان بيقول ان في يوم جاله ريجر وقال له انا محتاج سيف ودرع، وان انا هبقى كده، انا مجرد محارب مش الامير الموعود. لكن السؤال المهم دلوقتي واللي بيطرح نفسه، ليه ريجر غير رأيه وليه قال ان هو مش الامير الموعود، مع ان دي حاجه كان ممكن يستغلها في السلطه ومصالح شخصيه ليه؟ لكن طبعا الموضوع مرتبط روايات او رؤيه دينيريس، مش روايات اللي هي بتحكيها، لا الرؤى اللي هي بتشوفها. واحنا طبعا في مسلسل جيم اوف ثرونز شفنا لما دينيريس دخلت بيت الخالدين لما كانت بتدور على التنانين بتاعتها، طبعا هي دخلت بيت الخالدين في المسلسل وفي الكتاب، لكن الرؤية تختلف. احنا على ما اعتقد في المسلسل شفنا دينيريس شافت رؤية واحدة، لكن في الكتاب هي شافت اكتر من 10 رؤى. لكن واحدة من الرؤى دي ان هي شافت راجل بصفات التارجيريان، واغلب الشخص ده هو ريجر تارجيريان، وان هو كان قاعد وماسك جيتار وبيغني، وكان في ست قاعدة وماسكة طفل. فالست دي سألت ريجر، قالت له مش هتغني للطفل ده أغنية؟ راح ريجر رد عليها وقال لها لا، عنده أغنية وأغنيته هي أغنية الجليد والنار. غنية عن التعريف رؤية ايجون اللي موجودة على الخنجر اللي سمعناها من فيسيريس بيقولها رينيرا، ورينيرا بتقولها لجيس، هي دي أغنية الأمير الموعود. وبالمناسبة إن ريجر اللي هو كان شايف إن هو اللي كان بيقول إن من نسل هيكون الأمير الموعود اسمه ايجون، واللي خلى ريجر يظن إن ايجون ده هو الأمير الموعود لأن مع ولادة ايجون ظهر شاب
او شهاب اللي بيظهر في السماء، وهو تفسير ظهور الشهاب ده او الشهب لجزئيه النجم النازف من النبوءه. زي ما قلنا في الاول ان النجم الدامي اللي هيظهر في السماء هو اللي هيأكد ان الشخص ده هو الامير الموعود. لما ريجر شاف الشهب ده في السماء هو ما اقتنعش، هو ظن ان وقتها ان ابنه ايجون هو الامير الموعود، لكن طبعا ايجون ده اتقتل على ايد ذا ماونتن اللي هو اخو ذا هاوند لما قوات اللانستر اقتحموا العاصمه كينجز لاندنج وقت ثوره روبرت براسيون واعتلاءه العرش. ايجون ده اتقتل وقتها. لكن بيختلف بقى الكثير جدا في موضوع الامير الموعود، لان لحد دلوقتي محدش يعرف هو مين الامير الموعود. فمثلا ميليساندرا بتقول ان الامير الموعود هو ستانيس براسيون، وفي بيقول ان جون سنو هو الامير الموعود. وبالمناسبه جون سنو هو ابن ريجر تارجيريان وهو اخو ايجون غير يعني مش اخوات بشكل رسمي، يعني ام تانية اللي هي اخت نيد ستارك. وفي روايات تانية من ايمون بيقول ان الاميره بقى اميره مش الامير هي دينيرس تارجيريان. دينيرس تارجيريان هي الاميره الموعود. فالموضوع ده بيختلف فيه كتير ونظريات كتير، وكل واحد بيقول ان ده هو الامير وده هو الامير، لكن محدش يعرف لحد دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتكلمنا فيها عرفنا الازور هاي واتكلمنا عن قصه الامير الموعود. اتمنى لو وصلت معانا لحد هنا تكون استمتعت. اتمنى تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اول ما الحلقه تنزل توصل لك على طول. كان معاكم اخوكم اسلام، سلام.